السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أعطيكم واحد فكرة. أنا بدأت أشتغل في الشنطة تبعي، بنفس الوقت حبيت أصوره. لعل واحد عنده نفس المشكلة ويحلها بإذن الرحمن. اللي عندهم هذا الشناطي، هذا الستوف هذا، عادة لما كتركبه كيلعب كما كتلاحظ، كيلعب وكيعواج وكيكون بشع كما كتشوف، المنظر بشع جدا. مع مرور الزمن كيكون هكذا وكيكون مو حلو وحتى بخطر. الحل إن شاء الله الرحمن الرحيم، كتجيب قطعة حديد مثل هذا، اللي هو إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا النوعية مثل الألمنيوم تقريبا. كتجيب واحد كرتون مثل هذا الكرتون، كتحطه على ورا الشنطة هكذا. الشنطة كتنومه. كتجيب هذوك النوعيات الكليبسات، هذولا هذا النوعيات. كتلصق الكرتون هنا 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 وهنا، وبترفعه في الداخل هكذا. كتعمل شي حاجة تقل هنا شوية، تقل مو كتير. وفوق الكرتون كمان كتحط شي واحد تقل، او الى واحد يساعدك احسن. بيش هذا؟ شوف هذا الطرف خارج، احنا حبينا هذا يخرج تماما، شايف؟ ما بقى. وبالقلم داير ما داير بتخط واحد الخط. خليني ابعد الفيديو باش يبان. تعمل واحد خط بالقلم هذاك الكرتون. لما جبته كتنقص شوية شوية، كتنقص يعني كتقطعه هكذا، وكتجيب الكرتون تاني كتقيسه. مهم يكون مع هنا ومع هنا هذا الخط. لما عملت خصوصا هذا الزاويات مهم جدا. كتعمل الكرتون وكتجيب هذا البليت اللي احنا عادة كنسميها بليت. هو حقيقة مش سمين جدا، يعني عادي. شفت؟ هو ألمنيوم أنا عندي باش ما يكونش ثقيل. شايف؟ أنا بظن هو مليمتر أو 2 أو 3. هذا ألمنيوم. كمان ممكن حديد، ولكن حديد عادة مع الرطوبة مهم. على كل حال يكون خفيف، المادة يكون خفيف ما يكونش ثقيل، يعني الشنطة أصلا هو من القماش، مش قماش، انتوا فاهمين. وهنا لما كيكون ثقيل، لما حتحط الغراض هيكون يكون ثقيل، مو حلو. مهم، ما علينا. هذا ياماها تينري 700 من 2020 عادة، كلهم تقريبا نفس الشكل. هذا القاعدة أنا حكيت من فيديوهات القبل كتير على هذا الموضوع. سهل جدا إذا حابب أنت تصنع شي حاجة، لأنهم غاليين على أساس 300 و200 وشوية، وراه غالي. سهل جدا والله، لا سهل. جيب واحد الحديدة مثل هذا، يكون من نوعية القوية. كتجيب واحد قياس مثل هذا ومثل هذا، كتقيسو، كتجيب حديدو بالقياسات كما كتلاحظ. يعني مش شي حاجة، خليني أقرب، مش شي حاجة. واحد مربع كما كتلاحظ. وإلى أصلا أنت عندك شنطة ممكن تصنع بهذه الطريقة الحديدة. شايف؟ هذه الحديدة، وتروح عند الحداد كي يقوص لك وكي يعمل لك. كتطلع أرخص جدا، والموديل اللي أنت تريد، لأنه مستحيل في أوريجينال تشتري مثل هذا. فممكن تروح عند الحداد كي يكلفك أقل، يصنع لك هذا وطق طق طق كي يلحمه، كتجيبه مع هذا الرجل. ها هو الحديدة كله ملحمته، كلهم أنا صنعته، وجدا قوي وما شاء الله الرحمن الرحيم، وركبناها. فأنا كان من المفروض بالفعل حأعمل هذا القياس، لكن أنا كان عندي غرض تاني لما صنعته، وهذاك الغرض حققته. الشنطيات البوكسات اللي عندي، ولكن في المدينة عادة كان ركب هذا على حساب زحمة السيارة. البوكس كي يكون خطورية أكثر إلى ضربة واحد سيارة وأفكار تانية. مهم. فهذا شنطة لما ركبته أنه هذا صغير، إلى أن سبحان الله كتشتري واحد موتور فيها واحد قاعدة وأنت حابب تعمل هذوك الشنطايات. الحل هو واحد بليت بقياس هذا الظهر. شايف؟ بقياس هذا الظهر، وما غير واحد اتصنع. لما صنعت واحد كتقطع الثاني نفس الموضوع، فهو أوتومات كيولي واحد اليمين واحد للشمال. كتنظفوا شي شوية، كتصبغوا، كتجيبوا هنا كتدخلوا الثقاب، كتعملها وبالبرغي كتركبوا
حيكون شي حاجة تحفة. هو هذا الفكرة اللي حبيت أعطيكم، وهذا الهدف تبعه كما كتلاحظون هكذاك. شايف هذا الطبق الثاني، ولكن خلينا نعطيكم واحد صورة على أساس هكذاك يبان أحسن. شايف هكذاك هدخله في الداخل، وكنجيب البراغي، ومع البراغي 1 2 3 أو 4 كان ركبوا معه هنا، والبراغي حيكون لطرف الثاني كمان كي يخرج كي يكون ثابت أكتر، والله يوفقنا يا ربي العظيم. هذا هو الفكرة حبيت أعطيكم، والله يوفقني والله يوفقكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. دائما إن شاء الله أصنع شغلة بإيدي، راح أعمل الفيديو باش أكون مفيد للناس، اللي أي واحد حابب يصنع شي حاجة. بارك الله فيكم. عندي واحد فيديو يمكن شفتوها، كنت أحدث على هذا الشنطة بسبب المسلمب. هذا الشنطة هكذا جا، كان أنا حابب المنظر الثاني، هذا كان لاصق، ولكن بسبب الحديدة تبع المسلمب، وها هم المسلمب هكذا خرجوا شي حاجة تحفة. راح بعد شوية موتور أوريكم. هكذا خرج كما كتلاحظون، شيء جدا حلو. هذا كمان لها واحد استفادة، لأنه شوف كما كتلاحظ هسه رويت على الجنب، فمثلا بالليل لما أنت بتسوق الموتور الضوء يبقى ثابت على استواء، شايف؟ لكن هذا كمان لما كنت تعمل هكذا كيعطيك ضوء على الجناب، فهذا كمان. المهم لسه كيجي 2 أو لسه 4 مسلم تانيين، هيكون شي حاجة خرافي. يمكن كتير ناس راح ما بيعجبوا هذا الموديل، لكن أنا عجبني وفي ناس تانيين بيعجبوا. والمهم هو أنا ما عملته بيش أعطيكم بس فكرة. هذا هو كان الموضوع تبع الشنطة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.